السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم بغيت نشارك معكم واحد البسكويت اللي كيجي زوين ولذيذ، صالح لحمية الكيتو ومرضى السكري وبدون جلوتين. كنتمنى يعجبكم. نحتاجو كأسين من مبشور جوز الهند، يعني 100 غرام تقريبا. بالنسبه للتحليه على حسب انت شنو كدير. انا هنايا استعملت ملعقه ونصف ديال ستيفيا وإغيتريتول. تقدر تستعمل السكر اذا بغيتي، اولا تستعمل العسل من الاحسن اذا ما كانش عندك مشكل مع العسل. ربع ملعقه صغيره ديال خميره الحلويات، وقبصه ديال الملح يعني راس معلقه ديال صغيره، ومبشور ليمون يعني الحامض. بالنسبه للكميه ديال البيض تيكون على حسب النوعيه ديال الكوك. ديروا بيضه في الاول ومن بعد بقاو تضيفوا بياض البيض حتى توصلوا للقوام المطلوب. بالنسبه للزبده انا استعملت زبده حيوانيه ملعقه ونصف. تقدروا تستعملوا زيت زيتون اذا كان عندكم زيت زيتون نوعيه جيده. كنخلطوا لهاد العجينه ديالنا مزيان حتى كتولي متماسكه، وغادي نزيدوا بياض البيض حتى كتولي لينا بحال الحلوه العاديه هكا. ملي كتجمع مزيان كتكور. في هذا الاثناء كنتمنى ناخذ حسنه مع بعضياتنا ونصليو على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقولوا سبحان الله والحمد لله، باش يكون الفيديو مفيد. بحال هكا كتكون لينه وكتجمع ما كتفرتش. دابا غادي نكوروها وغادي نديروا لها الطابع اللي بغيتو. من الاحسن ما ديروش هاد الطابع اللي درت لانه كيبقى يدخل في الفواصل وكيعذب شي شويه. من الاحسن ديروا دوك القوالب اللي كيتخشاو فيها دغيا دغيا كيخرجوا، كيجيو زوينين واصلا كيجيو بحال المعمول. من الاحسن نديروه في ورق الفرن، وفي هذا الاثناء كنسخنوا الفران نديروه على درجه حراره 150، وغادي نديروه في الرف الوسطاني. انا عندي الفران كيشعل من التحت ومن الفوق، درته على 150 وفي الرف الوسطاني، وتقريبا خدات لي 10 ديال الدقائق، 10 دقائق 11 دقيقه. الا فتوها بحال هكا غادي تحمر لكم بزاف. واذا كان عندك فرن غازي ديريها ما بين متوسطه الى هادئه. من الفوق وهبطها من التحت تحمر هي واحد شويه، راه دغيا دغيا كيتحمر. كنتمنى يعجبكم، عرفتي راه كيجي زوين ولذيذ، والريحه ديال الكوك كتولي في الكوزينه كامله. كنتمنى يعجبكم ويكون مناسب لكم. واذا عجبكم هاد الفيديوهات وهاد نوعيه الفيديوهات كنتمنى تقولوا لي في التعاليق، واذا بغيتوا شي وصفه قولوها لي. وشكرا لكم بزاف، وما تنساوش الاشتراك والضغط على اللايك، وشكرا.